اهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. ايه ده؟ ثانية واحدة. معلش، واضح ان في حاجة تكنيكال كده. انا هظبط كده في نويز، فاشوف النويز ده نقدر نحله ازاي. تعالى كده نجرب دلوقتي كده. ايه؟ شكلها في نويز لسه، ها؟ يظهر. اللي انتوا سمعتوه دلوقتي او في الثواني الاولى من الحلقة ده مش حاجة عشوائية او حاجة غلط. لا، انا بستعرض لكم بقى حاجة وهكلمكم فيها، وهي دي موضوع الحلقة بتاعنا. بنتكلم على ايه دلوقتي؟ بنتكلم على الدوبلاج او على الاي دي ار. يعني ايه الكلام ده؟ فلنفرض دلوقتي انت صورت مشهد، المشهد ده في مكان زحمة جدا، مليان دوشة. المكان ده يعني ممكن كمان وارد جدا ان المكان ده ممكن يبقى ملوش وقت معين ان الشارع ده يكون فاضي او المنطقة دي تكون فاضية فيه. وممكن انت عملت مشهد معين فيه مثلا زي مظاهرات او حاجة، او مشهد فيه تجمعات كبيرة. فوانت يعني بتصور خلاص تمام، خدت التيك بتاعتك كل حاجة، فوانت بتراجع بقى الفوتج بتكتشف ان انت في اصوات كتير، فالاصوات الكتير دي مغلوشة على صوت الممثلين لو المشهد ديالوج. تمام. طب ففي الحلقة دي في مسمى الاول قبل ما اقولك على الحل بتاع المشكلة. المسمى بتاع الموضوع ده الاصوات اللي هي بتغلوش على صوت الحوار، اصوات الحوار اللي بتدور بين الممثلين، بيبقى اسمها dirty sound. dirty sound ده بيبقى ساوند كده بيغلوش وخلاص. طيب فالحل ساعتها ايه؟ هل انا ممكن اعمل في شريط الصوت اعمل نويز ريدكشن؟ الكلام ده مش هينفع. يعني النويز ريدكشن ده هو هينفع في حاجات معينة، لكن مش هينفع في انك تعمله في مشهد لفيلم، شريط صوت مشهد لفيلم، يعني مش للدرجة. ممكن ده يتعمل حاجة مثلا لو كانت حاجة مثلا كتاب صوتي او مثلا حاجات من الحاجات اللي هي صوتية فقط، ممكن يبقى ليها حل. لكن في المشهد بقى احنا بنعمل ايه؟ الموضوع مختلف تماما. فهنا بنيجي لحاجة اسمها ال ADR او بالعربي الدوبلاج. طيب بيحصل بقى ايه؟ اولا شريط الصوت القديم ده بيترمي في الزبالة. هو بس ممكن يتم استخدامه كده في الاول على اساس آه، يتراجع عليه ويتشاف كده ان المشهد المفروض كان ماشي ازاي، لان اكيد صوت الحوار ممكن يبان ولو حبة صغيرة منه. طيب فبنجيب الممثلين اللي كانوا في المشهد في استوديو، شاشة بتكون قدامهم، مفروض اللي بيستعرض فيه المشهد اللي بيشتغلوا عليه، ويشتغلوا على تسجيل اللاينز او النصوص بتاعت الفيلم من تاني، على اساس انه كده يكون حل المشكلة. طبعا الحاجة ما بتاخدش من اول تيك، لانها بتتاخد من كذا تيك. ودي من ناحيتين، في ناحية درامية هنا وناحية فنية. الناحية الدرامية طبعا عشان الاداء، بس في حاجة تانية فنية برضو، ان لازم الكلام، الطريقة والنبرة والحاجات دي لما بتتقال لازم تتماشى مع الرياكشنات بتاعة الوش، ويتناسب يعني مع المنظر كده وهو بيتكلم. يعني ما ينفعش مثلا ان انا اكون واحد سعيد وعندي انرجي مثلا وانا بتكلم ده في المشهد، ان انا بقى لما اسجل بصوت لا الطاقة مطفية خالص. هيبان كده ان في حاجة غلط، هتبان ان في حاجة بايظة حصلت. ولازم برضو لما يعني في التسجيل لازم اراعي حاجة، اراعي ان الممثل لازم يمشي على نفس السرعة بتاعة المشهد. يعني ما ينفعش مثلا ان انا المشهد ده لو مثلا مدته دقيقة او دقيقتين، ما ينفعش انا افتح مثلا في 3 دقايق ان انا ابقى بطيء في الكلام وابقى بطيء في الحاجة. لا، يعني لازم ابقى على نفس السرعة بالظبط بتاعة التايم لاين بتاع المشهد، من مثلا الثانية الاولى للثانية الاخيرة، عشان اجيبها بالظبط. طيب بعد كده بقى انت خلاص التيك ده خلص، بتبدأ بعد كده ان انت تشتغل على اللي يصلح المشهد، لان انت اكيد مش هتقتصر على الحوار بس. يعني انت لو حطيت الحوار بس وشلت الشريط الصوت القديم، كده هيبان ان هي حاجة متسجلة في استوديو. طب انت هتعمل ايه دلوقتي؟ لا ساعتها بقى هنجيب اصوات باك جراوند مناسبة مع المشهد الموجود. نشوف بقى يعني كده من خلال مواقع المكتبات الصوتية، الحاجات اللي بيبقى فيها ساوند افكتس، نجيب كده صوت
ملائم للانفايرمنت او البيئة بتاعة المكان اللي في المشهد الموجود. وفي حل تاني لذيذ، وده ممكن يتعمل، انا شخصيا بلجأ ليه، بس كنت بلجأ ليه في حاجات تانية ما كانتش حاجات درامية، كنت بلجأ ليه لجأت ليه وهحكيه كمان شوية. فدي فده يعني حل انا احبذه اكتر من وجهة نظر الشخصية. لكن طبعا انت لو عايز تعمل تعمل من خلال مكتبة كده تشوف تنزل منها، اوكي. لو عايز انت تنزل تروح اللوكيشنز اللي تصور فيها وتسجل برضو الصوت، برضو مفيش اي مشكلة. وطبعا بتقوم هنا المهمة بتاعت مهندس الصوت، لو في مهندس صوت عندك في الحاجات دي، يعمل الميكسنج بتاعه ويظبط بقى الميكسنج ويظبط الدنيا. او لو انت بقى يعني لو انت طبعا، بما اننا بنتكلم مستقلين، فالمستقلين بيبقوا يعني ما عندهمش كل الممبرز او كل الاعضاء، يعني مش كل الاعضاء بيفهموا في كل حاجة. بمعنى ان ممكن مثلا المونتير هو اللي ممكن يعمل الميكسنج، وممكن مثلا حد تاني معرفش يعمل ايه يعني. لان مش دايما، مش كل تيم في صناع الافلام يبقى عنده حد مثلا من الناس اللي بقول عليها، وده عادي بتحصل. او ممكن ان هو يروح لحد، يعني يروح لحد في استوديو ويدفع له عشان خاطر يقوم له بالمهمة دي. طب انا هحكي لك على حاجة كده انا برضو طبقت فيها، هي دي من تجربة شخصية طبعا، يعني عشان خاطر لان برضو الكلام ده مش من فراغ. ايام الجامعة، ودي بقى كانت البدايات، يعني اتعلمت عن موضوع الاي دي ار ده اللي انا بكلمكم فيه. فكان في غلطة انا وقعت فيها في اول فيلم انا عملته. كان في مشهد انا كنت مصوره في مكان، المشكلة المكان ده كان فيه دوشة، لانه في حتة كده كان فيها باركينج، وهي حتة مكشوفة، يعني مش في جراج، حتة مكشوفة، بس كان في باركينج وعربيات رايحة وعربيات جاية، وكان في طبعا قريب مننا جامع. في مشاهد، يعني في مشهد واحد تحديدا او مشهدين اتصوروا وقت ما الاذان كان بيأذن، لان احنا قعدنا في وقت كده من اول العصر لحد المغرب في التوقيتات دي بنصور فيها. كنا بنصور مشاهد كتير، يعني مش مشاهد قليلة برضو بس هو كان فيلم قصير. المهم، انا طبعا دي كان حلها بسيط، ان انا عدت التيك تاني، بس استنيت الاذان يخلص وصورت. طيب دي مش مشكلة. المشكلة بقى التانية كانت بالذات في مشهد، في المشاهد الاخيرة، اخر مشهدين، دي بقى اللي باظت مني خالص. يعني المشاهد اللي فاتت كلها دي يعني اتظبطت شوية، لان احنا برضو ايه، كان صوتنا كان عالي، فكان واصل كان واصل للمايك بتاع الكاميرا نفسه. ما كانش عندنا مايك يعني اللي هو الجراف والحاجات دي، ما كانش عندنا. احنا كنا شغالين كده بالميزانيات المحدودة، ميزانية محدودة. فالمهم، كان اخر مشهدين عشان خاطر موضوع الباركينج زي ما قلت، وعربيات بتبقى طالعة من الركنة وعربية جاية تركن وحاجات كده، غلوشت على اصوات الممثلين. فساعتها ما عرفتش احل المشكلة قوي، حبيت انا ساعتها اعمل فيها الكرييتيف. فكلمت بقى الناس اللي مثلت في المشهد النهاية، قلت لهم بقول لكم يا جماعة والنبي عايزين بس هنعمل حاجة، عشان بس انا لقيت فيه مشكلة ان دلوقتي صوتكم ما كانش باين هنا، فالصوت كان مغلوش، فانا ممكن اعمل حاجة، وان انا اخد شريط الصوت بتاعكم تعملوه دوبلاج كده، هبعت لكم المشهد ونعمله دوبلاج تاني. عملوا الدوبلاج فعلا بعد كذا تيك. خدت الشرايط دي وحطيتها. الغلطة بقى اللي انا عملتها هنا، فدي بقى انا مش عايز حد يقع في نفس الغلطة دي، ان انا حطيت شرايط الصوت اللي اتسجلت اوريدي وبعتوها لي، حطيتها بقى على شريط الصوت القديم. فدي بقى بوظت كل حاجة. ليه بوظت كل حاجة؟ لان انت الشريط الاصل كان الصوت كان باين بتاع الممثلين في حتت معينة، حتت، والحتت التانية في اصوات الباك جراوند هي اللي كانت اعلى، بس كانت بتيجي على حتت كان ممكن اصوات الممثلين بيبقى بيعلى مرة واحدة. فده كان غلطة كبيرة جدا انا عملتها. عرفت بقى ساعتها ان كان المفروض ان الصح هو اللي انا بقى حكيته بعد كده، وده اتعلمته بعد كده، ان انا كنت اشيل الشريط ده خالص القديم، والشرايط الجديدة تمام، بس كنت اعمل بقى اجيب شريط باك جراوند مخصوص للمكان اللي كنا فيه. فدي يعني غلطة اكتسبت منها خبرة، خلتني ان انا لا، ان انا ايه، لو قابلني موقف زي ده تاني ساعتها ان انا ممكن اقدم الحل ده. واكيد يعني كده او كده في حاجات ممكن تيجي في السكة، ممكن ساعتها لو وقعت في حاجة زي كده اكيد هعملها طبعا، لان اي حاجة انا بقولها في الحلقات دي انا دايما كنت اقولها لنفسي قبل ما اقولها، عشان برضو محدش يحس ان انا ايه اللي هو انا بنصح
واللي هو كنت نصحت نفسك وجو بتاع باب النجار مخلع والحاجات دي. فانا لا، مش من النوعية دي خالص. وفي برضو حاجة تانية، ودي بقى اللي عملتها. كان في فيلم تسجيلي، وده كان برضو مشروع تاني عملته في الجامعة، اشتغلت عليه بس ما كنتش لوحدي يعني، كان معايا صديقي، احد اصدقائي يعني. اشتغلنا على الفيلم، فاستخدمت بقى حتة شرايط الصوت بتاعة المكان، لان احنا طبعا رحنا صورنا في شارع المعز، فطبعا انا استخدمت شرايط الصوت اللي انا صورتها. طب دي جت ازاي؟ الحكاية كلها جت وانا صورنا فوتجز كتير جدا، فقلت استغل الفوتجز اللي صورتها ورميتها. قلت بدل ما ارميها خالص، خدت شرايط الصوت كلها واستخدمتها كصوت انفايرمنت، عملت بيها الدخلة بتاعة الفيلم، او يعني الجزء الافتتاحي بتاع الفيلم اللي بمهد بيه ان احنا في فيلم هيبدأ، والجزء الختامي اللي بنمهد بيه ان احنا خلاص خلصنا. ده مثال يعني. بس كان الغرض من ده ايه؟ الغرض من ده ان انا كنت عايز اخليك تعرف المكان بشكل تاني، ان برضو شارع المعز مكان مهم جدا على المستوى المصري وعلى المستوى الديني، لانه ده يعني ده تحسه ملتقى كبير من المساجد ومن المدارس ومن حاجات كتير قوي، ومن الحاجات اللي هي جذابة، من الاماكن الجذابة جدا في محافظة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية عامة. ليه ميزة كده يعني. فهو مكان مميز بالمآذن، مآذن كتير ومساجد مختلفة كتير، فحبينا ان احنا نميزه وميزناه كمان برضو بزحمة الناس. كده زحمة الناس موجودة في اماكن اثرية تانية، ولكن في اماكن كده زحمتها هي اللي هو ايه، البراند بتاع المكان، انه حسين زحمة، شارع المعز كله زحمة. في اماكن تانية ممكن تبقى زحمة ولكن مش بنفس زحمة شارع المعز دي. ده من وجهة نظري الشخصية يعني. طبعا انت ممكن تختلف او تتفق معايا، انا كده هأيدك يعني في اللي انت ممكن شايفه. لو انت بتأيدني او مختلف عني، انا كده هأيد وجهة نظرك برضو. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى يوتيوب وعلى تيك توك أحمد مصطفى. أنا بشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل إن شاء الله في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.